لو كانت حلوة 100% هي خلصت ليه؟ الفيديو ده انا جايبهولك بعد خبرات سنين. يعني انا ما قريتش شويه كتب وجايه اقول لكم الكتب استفدت منها ايه. ده حاجات انا اتعلمتها للاسف على ارض الواقع for years لسنين. من اكتر التوبكس اللي I never thought ان انا هتكلم فيها. انا ميرا رضوان وانا بعمل فيديوز عن اللايف ستايل والسيلف لاف والسيلف كير. فلو حابين ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وفولو على السوشيال ميديا بلاتفورم. هسيب لكم اللينكس تحت كلها في الديسكريبشن بوكس. ازاي تتخطي اي علاقه او ازاي تتخطي اي بريك اب حصل لك. عايزه اقول لك ان انت من حقك تزعلي. انا عارفه ان انت مثلا دلوقتي لو انت لسه يو بريك اب مثلا بقالك اسبوع او بقالك كام ساعه، فانت في ايموشنال ستيت بشعه ولا تحسد عليها ولا تتمنيها لألد اعدائك، ومن حقك. فمن حقك ان انت تزعلي، بس ادي لنفسك تايم لاين. يعني بلاش تزعلي العمر كله، مش موضوع مش مستاهل. بلاش تزعلي مده شهور. مثلا كنت for 4 years relationship مع engagement، زعلت يومين. انا قلت يعني مش هقدر ازعل اكتر من يومين لان انا عندي حاجات كتير قوي اهم ازعل عليها، او حاجات كتير اهم محتاجه فوكس عليها. هل ده طبيعي؟ لا، بس it took years علشان اوصل لعدم المبالاه ده بصراحه. يعني اقول لكم بكل امانه. تيب نمبر 1 ان انتوا ازعلوا براحتكم، بس ادوا لنفسكم تايم تيبل تزعلوا فيها. يعني ادوا لنفسكم شهر. انا في الشهر ده هقعد اعيط بسبب وبلا سبب. حقك الموضوع مش سهل، بس وانس ان الشهر ده عدى خلاص بقى نرجع بقى لحياتنا. ان انا مشكله ان انا تعرضت لها في السنين اللي فاتت، ان انا لما كنت بزعل كنت بحس بقى ان انا ايه الايموشن ستيت بقى الوحشه دي، هي دي ماي كومفورت زون ومش عارفه اطلع منها. وده اثر على حياتي، احلامي، على ماي جوب، على ماي فريندشيب، على اي حاجه. تاني حاجه، واحنا في الايموشن ستيت دي انا عارفه ان انت محتاجه تو let out your emotions او your feelings. اختاري 3 بس يبقوا هم الكومفورت زون بتوعك اللي انت تحكي لهم اي حاجه. من المستيكس اللي انا عملتها كنت بحكي لاي حد، اي حد معدي قدامي كنت بحكي له حصل كذا عمل كذا. لا 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 وانت اصلا ما تعرفي. انت وانت you're in deep emotional state انت مش عارفه الشخص ده تثقي فيه ولا لا، ان انت مش بتفكري بعقلك قوي. فلا، خلي 2 أو 3 ماكسيمم دول your trustworthy friends تحكي لهم عن المشاكل دي او عن المشاعر دي. لو ما عندكيش 3 او ما عندكيش 2، 1 enough. جورنال الايموشن ستيت بتاعتك سيئه، seek therapy. طبعا ده I always say that you have to seek therapy لو انت عندك مشكله كبيره قوي. تالت حاجه، احنا طلعنا بره الايموشن ستيت دي بيبقى فيه نوع من الانجر. ان الجريف بيبقى فيه 5 ستيجز بنعدي عليها رايح جاي كده طول حياتنا. من الستيجز بتاعه الجريف ده بنلاقي الانجر. وانا كشخص عنده انجر ايشوز بتبقى عندي احساس بالانتقام، عايزه انتقم. فطبعا I don't يعني recommend ان انت تنتقمي. تشانل بقى ايه الانجر ده في حاجه بوزيتيف، في حاجه كونستراكتيف، في حاجه بنائيه. يعني الانجر ده طاقه، انا بالنسبه لي طاقه قويه قوي. روحي الجيم، طلعي الانجر ده في الجيم، طلعي الغضب ده في الجيم، طلعي الغضب ده في يور دريم جوب، طلعي الغضب ده اخرجي، فسحي، اجري. لكن ما طلعوش في افكار انتقاميه ان انت محدش مهتم. الصدمه بقى ان محدش مهتم وانت مش هتعملي حاجه من الحاجات الانتقاميه دي، انت بس بتحرقي بنزين في نفسك. فلا، channel your anger. السوشيال ميديا بلوك 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 بلوك. انا قعدت 3 شهور مسحت كل السوشيال ميديا عشان to get over someone with worked، ونفسيتي بقت احسن. وللاسف لما انت بتبقي deep emotional state تبقي عندك كميه تريجرز رهيبه. مش عارفه مين عمل ايه، مين شاف ايه، هو خرج فين، هو صاحب مين، هو مش... انا مالي، خلاص الريليشن شيب از اوفر، يبقى الشخص كله از اوفر. بكل انا بعمل حاجه فيري توكسيك يا جماعه لما انا ببلوك دم. ولو اي حد ريليتد لي بعمل ميوت عشان I don't want any triggers. انا عايزه اهيل في صمت. في برضو حاجه مهمه جدا ودي is very constructive لما تجيت اوفر او خلاص عديتي مرحله العياط وعملنا بلوك وحكينا واشتكينا وقعدنا. شوفي انت اتعلمتي ايه في العلاقه دي، شوفي ايه اللي ممكن تحسنيه من نفسك، ايه اللي ممكن تغيريه، ايه ممكن تدوري عليه احسن في your next relationship. مشكلتنا لما يعني خلاص العلاقات انتهت بنركز بس على الحلو. ايه ده، اصل ده كان عمل لي كذا وكان كذا وكان كذا. ما هو لو كانت حلوه 100% هي خلصت ليه؟ اكيد كان فيها مشاكل. فوكس بقى على المشاكل، شو ركزي على المشاكل دي هي اللي خليتها تو اند.
طيب اعرفي المشاكل دي ايه هي، عشان next relationship او for your next اي حاجه ده اللي انا مش عايزاه. يعني بطلي تدوري انا عايزه ايه، دوري على انا مش عايزه ايه. ده برضو حاجه اكتشفتها، ان احنا لما بنختار بني ادم احنا مش بنختار له على حسب مميزاته، الناس كلها مميزات، بنختاره على حسب العيوب اللي انا اقدر اتعايش معاها for years، لسنين. ما تقعديش تفكري اصل عمل لي وعمل لي، لا فكري في الوحش. انا بقول لك اهو فكري في الوحش، فكري اللي هي انتهت واعملي بقى كده evaluation عشان next relationship ان شاء الله تعرفي ايه اللي ليكي وايه اللي عليكي، وانتي مش عايزه ايه في next relationship. انا عارفه ان من اكتر الحاجات اللي بتواجهنا واحنا خلاص يعني بعد بريك اب، انا عمري ما هلاقي حب تاني. يا لهوي الصوت دي كان بتجيلي كتير قوي، اللي هو خلاص كده هبقى single forever. لا انا جايه لك برضو من المستقبل اقول لك ان انت مش هتبقي single forever، وهتلاقي حب تاني واحلى واجمل وفي different form. مش لازم يكون في relationship form، ممكن يبقى friendship form، ممكن يبقى في bad form، ممكن يبقى كذا form. وانتي في deep emotional state ما تصدقيش اي فكره تجيلك في دماغك، عشان هي 100% بتبقى غلط. الحاجات اللي بتصبرني على عامه اي hardship مش بس relationship، ان في كده كتاب حلو قوي انا هسيب لكم صورته، اسمه 10 secrets every woman should know، 10 اسرار كل ست لازم تعرفوا ان الالماس اصله مش الماس، الالماس اصله فحم. الفحم لما بيتحط في الارض under pressure واندر temperature عاليه قوي مع السنين بيتحول لالماس. وده فكره الهاردشيب في حياتنا، ان هي بتحاول ان هي تخلينا to the best form او to the best human being نقدر ان احنا نكون عليها. لما تعدي باي حاجه صعبه افتكر ان انت حته فحمه جميله هتتحول لحاجه الماس اجمل. عارفه ان الصعوبات والكرايسز اللي حياتي بتواجهها دي حاجه هتساعدني ان انا ابقى احسن، ان انا ابقى اقوى، ان انا ابقى اذكى. فبتصبر بالحاجات دي، فبصبر بالحاجات دي او بتصبر بالحاجات دي. الحاجات اللي احنا بنعملها ان احنا نحاول نبوست صور لينا على السوشيال ميديا عشان نخلينا يندم والحاجات دي لا doesn't care and you should too و you should get over it و you should تركزي على نفسك، ما تركزيش على اي حد تاني. دي اكتر فترة انا بنصحك انك تكوني انانية 100% عشان تعدي على البر التاني. وانا عارفة ان انت في ديب emotional state سيئة، بس انا بوعدك ان انت هتعدي منها sooner or later. فما تقلقيش، واعتبري الفيديو ده طبطبة عليكي و you'll find love again و you will get over it. وكمان كام سنة مش هتفتكري اي حاجة من الحاجات دي I promise. فلو عوزتي اي مساعدة ما تنسيش تكتبي لي تحت في الكومنتس، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ويعملوا لايك ولي فولو على كل السوشيال ميديا بلاتفورم. بسيب لكم اللينكس تحت في الديسكريبشن، واشوفكم في الفيديو الجاي.